واشرف الملك والنساء إضافة إلى وفود الدول العربية والأجنبية الصديقة والشقيقة للمملكة المغربية ومنهم الإمارات، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الشقيقة. كان السلاح الوحيد والأوحد هو القرآن الكريم والسلام يدعو به مختلف شرائح المجتمع المغربي تجاه الصحراء المغربية. كما تعلمون فكان الإعلان ديال المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بأيام المسيرة الخضراء بكلامه الشهير والمسموع إلى يومنا هذا: غدا إن شاء الله. هذه كانت البداية: ستطأون أرضا من أراضيكم وستقبلون ثرا من ترابكم العزيز وطريقكم العزيز. اليوم كنتواجدوا في واحد من الإدارات لكي تعتبر كيدخل ضمن شبكة من شبكات الفضاءات عبر التراب الوطني اللي في الأساس المديرية السامية للمقاومة عبر جيش التحرير سطر برنامج على أنها توصل 120 وحدة بحال هذه اللي كتشوفوا فيها. حنا الآن كنتواجدوا في المتحف ديال فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ديال قندوز ديال إقليم أوسط، تابع للنيابة الجهوية للمقاومة عبر جيش التحرير بالداخل، حتى هي فيها نيابة وفي نفس الوقت فيها متحف بحال هذا. المتحف كيتكون من صور ديال السلاطين والملوك العلويين اللي هما راكم، بداية بالسلطان مولاي الشريف بن علي، ثم الأبناء ديالو، والصور نظرا لضيق المكان كانت حطت بطريقة كرونولوجية أن من الفوق لتحت حنا غاديين. في هذا الأساس هذا كنمشيو باتجاه حقب تاريخية معينة من المملكة المغربية الشريفة، فكنوصلوا مثلا السلطان مولاي الحسن الأول والسلطان مولاي الحسن بن محمد والأبناء ديالو المولاي الحفيظ والمولاي العزيز والمولاي يوسف، فكنوصلوا للسلطان الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، ثم ابنه وولي عهده آنذاك الحسن الثاني الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، ثم جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يقود اليوم ثورة بمعنى الكلمة في بلادنا العزيزة. ننتقل للوحة الموالية وهي فترة الكفاح الوطني بالدبلوماسية إن صح التعبير. كما تعلمون كلنا درسنا دروس تاريخ والجغرافيا ولا زلنا نتذكر لقاء أنفا وتشرشيل وروزفلت وغيرهم من الملوك والزعماء الدوليين الذين كان لهم الأثر الكبير في استقلال المغرب. كما تعلمون كان هناك حقبة تاريخية إلى حد ما صعبة على المغرب، وهي توقيع معاهدة الحماية أو معاهدة فاس على يد السلطان مولاي عبد الحفيظ.